حقيقي الموضوع بقى جزء لا يتجزأ مني. انا بالنسبه لي فكره ان انزل من البيت من غير الكاميرا بتاعتي ما بقتش بحس الموضوع ده نهائيا. بحس ان في جزء ناقص مني، يعني بحس ان الكاميرا بقت جزء لا يتجزأ مني، وان انا ما اعرفش انزل من البيت من غير الكاميرا، ولو نزلت من البيت من غير الكاميرا بتاعتي بحس ان في حاجه مختلفه تماما وفي حاجه غريبه بتحصل. فطار غير صحي من عند عم عبده لازما. والله بفكر ان انا ابطل العاده دي وابطل انزل اجيب من عنده، وغالبا هتحصل بعد كده مش هنزل اجيب من عند عم عبده تاني. مش هجيب بقى فطار، اعمل انا فطار في البيت وكده. غالبا ده اللي هيحصل بعد كده، بسبب ان انا خلاص زهقت بقى ان انا انزل اجيب فطار ومش عارف ايه والكلام ده كله. وفي محاوله ان الواحد يكون صحي يبطل يجيب فطار من عند عم عبده خلاص كده. والناس زهقت الصراحه ان انا كل يوم انزل عند عم عبده ومش عارف، مفيش تغيير، فاهمين؟ فخلاص كده بفكر ان دي تكون اخر مره. البيت دلوقتي وانا داخل البيت، امي شافتني وانا داخل بالحاجه فبتقول لي ايه ده، فانا بقول لها فول وطعميه عادي. فبتقول لي طب ايه العيش ده؟ فبقول لها ده عيش فول وطعميه عادي. فاكتشفت ان ده عيش اللي هو بتاع التموين وكده، وان اصلا ما ينفعش حد يبالي العيش ده. فانا مش عارف هو ازاي اداني العيش ده واداني في العيش ده، انا ما اعرفش الصراحه. انا باكل عادي، باكل اصلا ده اللي هو العيش العادي، العيش اللي احنا بنجيبه عادي. انا ما اعرفش ان ده العيش بتاع التموين. انا حقيقي ما اعرفش ان احنا ما بنجيبش عيش تموين وكده، فانا ما اعرفش ان ده عيش تموين. ففي الاخر هو باع لي كده، فهي بتقول لي ان اصلا ده ما ينفعش يتباع لبره الطوابين، وعم عبده عنده كتير قوي منه، كتير جدا جدا، كل يوم اصلا هو ده العيش اللي بيديهولنا. فانا مش عارف في ايه الصراحه، انا مش عارف يعني. المفروض ان ده عيش تموين، فصباح الخير. قصة ظريفة جدا هنا حصلت من شوية. الكهرباء لسه جاية بقالها شوية، ولكن زي ما انتوا عارفين الكهرباء بتقطع من 2.5 ساعات ل3 ساعات، وفي بعض الأماكن اللي بتقطع فيها 4 ساعات. أنا الحمد لله الكهرباء عندي بتقطع 2.5 ساعات، فأنا قلت كويس جدا الوقت ده ألحق أذاكر فيه. فأنا في اعتقادي إن أنا منزل الماتيريال بتاعة المادة بكرة، وبالمناسبة بكرة عندي آخر امتحان وأكون خلصت امتحانات. فانا في اعتقادي ان انا منزل الماتيريال دي على الموبايل عشان اقعد اذاكر والكهرباء قطع، وفي نفس الوقت استفيد من الوقت اللي الكهرباء قطع فيه، بدل ما هو وقت بيضيع ما بنعملش فيه اي حاجه، فاستفيد من الوقت ده. فلما الكهرباء قطعت فبدات امسك الموبايل عشان ابدا اذاكر. اكتشفت ان انا منزلتش اي ماتيريال ليها علاقه بالماده بتاعت بكره نهائيا، فبالتالي في 2.5 ساعات ضاعوا. فشكرا شركه الكهرباء على الوقت اللي انتوا بتضيعوه لنا من حياتنا. حاليا بذاكر سوفت وير انجينيرنج، الماده اللي ورايا دي. من خبرتي مع الدكتور ده، الماده او الامتحانات بتاعته عموما بتيجي سهله، بتيجي كويسه، ومفيش حد اشتكى من الدكتور ده قبل كده في الامتحانات بتاعته. فانا الصراحه متفائل جدا ان الامتحان بكره يجي سهل. وكده كده احنا عارفين ان اخر ماده ما بتتذاكرش، ولكن انا كده كده بذاكر الماده دي عشان الفاينل الشهر الجاي. هيبقى مش عارف 18/5 حاجه زي كده، وانا مش بذاكر قبل الماده غير بيوم. فدي فرصه كويسه جدا ان انا اذاكر، خصوصا ان انا مذاكرش غير قبل الماده بيوم. فدي فرصه كويسه ان احنا نذاكر اي حاجه ونطلع باي معلومه في الميد ترم ده قبل الفاينل، بحيث ان احنا نخش الفاينل نذاكر الماده قبلها بيوم، نخش الامتحان نعرف نحل وننجح ونعدي من السنه دي. فيعني ان شاء الله خير. انا متفائل جدا بالدكتور ده وبالماده دي. انا لسه متعمقتش فيها، انا لسه بس في اول كام سلايد كده، انا لسه في اول PDF. ولكن الموضوع ده كده كده هيخلص على بكره، ما خلصش دلوقتي، هيخلص في المواصلات. الماده بتتلم في المواصلات معروفه. اكتشفت ان انا امبارح ما شربتش قهوه، وما تسالنيش ازاي. كان لازم النهارده اشرب قهوه عشان انا شخص بعشق القهوه جدا، وما كانش ينفع النهارده يعدي من غير قهوه.
انا بالنسبه لي القهوه مش بشربها كحاجه ان انا يومي ما اقدرش اعيش من غير القهوه، ما اقدرش اعيش من غير القهوه لا، انا بشرب القهوه عشان بحب القهوه، بحب طعم القهوه، بحب الاحساس بتاع القهوه، فانا اقدر اعيش من غير القهوه عادي جدا، ولكن انا شخص بعشق القهوه جدا، فبحب اشرب القهوه. زي ما قلت لكم بكره بالنسبه لي اخر يوم امتحانات، فانا كان عندي خطط كتير جدا لبعد ما اخلص امتحانات، ولكن حصلت حاجه امبارح بعد ما نزلت الفيديو بتاع امبارح. مكالمه جات لي، بعد ما المكالمه دي جات لي على طول غيرت لي خطط الاسبوع الجاي تماما، والاسبوع ده كمان كل الخطط بتاعتي اتغيرت بعد المكالمه دي. فدي نصيحه عايز اقولها لك، او حاجه انا بحاول اعملها، ما تحطش خطه لاكتر من اليوم اللي انت عايشه واليوم اللي بعده على طول. قبل ما تنام كمان تحط خطه اليوم اللي بعده، لكن ما تخططش ابعد من كده، لان انت ما تعرفش ظروف المستقبل، ما تعرفش انت عايش قد ايه. مش بقول لك انت ما تخططش ما تحلمش والكلام ده كله، ولكن راعي في التخطيط بتاعك ان في اولويات كتير جدا، في حاجات كتير جدا انت مش عامل حسابها ممكن تحصل. ففي التخطيط بتاعك راعي جدا النقطه دي. يعني لو انت بتخطط مثلا ان انت عايز تعمل حاجات كتير جدا في حياتك، ابدا فيها حالا، ما تخططش، فاهم؟ ولو عايز تخطط خطط، ولكن وانت انت بدات دلوقتي تبدا تخطط بقى بعد كده. ولكن اهم حاجه انت تاخد الخطوه وتبدا في كل حاجه، لان لو جيت فكرت تلاقي ان انت بتضيع وقت كتير جدا في التخطيط، في الاخر حاجات كتير جدا ما بتتعملش بسبب ان انت مش بتبقى جاهز. هبقى اتكلم عن الموضوع ده اكتر بعد كده. القهوة خلصت.